اكو حسابات ذهنيه، يعني عمليات حسابيه ما يحتاج الى حاسبه. هذا الشيء طبعا شفت هواي فيديوهات عليه باليوتيوب، شيء كلش حلو. يعني هو بليفلات همينه، الشخص شلون يتعلم بالبدايه وشنو يستخدمون وشلون يتخيلون، كل هذا الشغلات هسه راح نساله. راح تكون ويانا ست ايمه، ست تغريد من مديرة سمارت في كركوك. أهلا وسهلا ست، نورتينا. الله يبارك فيك. وعندنا طالب كلش ذكي ما شاء الله، واصل ليفل 2. ست عفوا ألن محمد. أهلا وسهلا ألن، صباح الخير ست. أهلا وسهلا، نورتونا ونورتوا البرنامج. الله يبارك فيك، النور بكم إن شاء الله. ست نورتونا. ست إذا ممكن تتحدثي لنا عن إيما سمارت. نعم. لا يحل الكلام إلا بالصلاة والسلام على سيدي وحبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. برنامج الحساب الذهني إيما سمارت هو عبارة عن إجراء عمليات حسابية باللغة الإنجليزية باستخدام المعداد. بالبداية أول مراحل منه باستخدام المعداد، ثم فيما بعد راح يتطور هذا المعداد تلقائيا ينخزن بذهن الطالب. فمرات بنشوفه يجرى عمليات حسابية ليفل 1 و 2 تبدأ جمع وطرح مفرد ومزدوج، يعني اللي أقصد مزدوج حتى عشرات، وبعدين نبدأ ضرب وقسمة. نشوف مرات بالبرامج إنه الطالب بس مجرد يحرك إيده هو ده يطلع النتيجة، هو ما يحرك إيده اعتباطا، وإنما هذا المعداد كل خرزة بتعطيني رقم، كل خرزة تعني لي عملية من العمليات. فالطالب أول ما يتدرب بالبداية، هي طبعا ليفلات مثل ما ذكرتي حضرتك. يبدأ أول ليفل بالبداية إنه عنده فقرة إنه يسموه أباكس أو أبوكس على المعداد. والجزء الثاني اللي هو منتالي، هو اسمه منتال ماث. المنتالي هو ذهنيا تلقائيا راح ينخزن عقله المعداد، وراح تلقائيا ينطي الأرقام. وطبعا ما شاء الله كل الطلاب اللي يدرسوا طور مهارتهم يعني بشكل يعني من فضل الله انعكست حتى على مستواهم الدراسي غير ما يعني بغير مواضيع. يعني شوف احنا ويدرس رياضيات بس تفوق، طلع من الأوائل. عندي طلاب مدارس متميزين وغيره ما شاء الله. هو هنا سؤال، هل العملية الحسابية الحساب الذهني ممكن يساعدنا في المدرسة؟ بكل حياتنا، بكل مجالات حياتنا. لأنه هو مو مجرد إنه بس يتعلم، خلينا نقول راح تقولي يتعلم بس جمع وطرح وضرب، لا، هو راح ينشط الجزء الأيمن من الدماغ فعلا. يخلي عنده دقة ملاحظة. وعندنا إحنا مثلا بما أنه أنا أصلا مدرسة، صح مديرة برامج بس مدرسة، عندنا مشكلة نعانيها من طلابنا، عدم الثقة بالنفس. يعني نشوف مرات يكتبوا مسحوا الحل كله صحيح بس يقول لا ما كنت واثق هذا صحيح فعلا. هذا الطالب تشوفون هسه طلابي ما شاء الله، يعني هم طلاب اللي يدرسون حساب ذهني عنده ثقة كلش عالية. من يحكي شلون نقول احنا، يحكي بغدادي بزودة. اي ليش يعني انت بالحاسبة تشتغلين؟ قلت لا انت غلط، انا صح، انا اشتغل على المعداد. وبالفعل تطلع يعني شغلنا صح. فيصير يكسب الطالب فد نوع من الثقة والمهارة والدقة والسرعة، كل شيء يطور مهارته. نعم. زين ألن، احنا نحب نحكي وياك من انت شلون حبيت هذا الموضوع، موضوع الحساب الذهني؟ شلون تقبلت الفكرة وقلت خلي انا اتعلمه؟ والله شفت هذا الاشياء بالتلفزيون، وامي وابويا شجعوني حتى اجي الحساب الذهني. وبعدها علمني ست تغريد مدربي، وبعدها دخلت مسابقة بتركيا وفزت. فشفت نعم. الشغلة تطور فاستمريت ويا تغريد. نعم ان شاء الله سنتجهم غير مستوى. هي مجموعة ليفلات تحاكي صحيح. العمر من 4 إلى 14 سنة، وعندنا ليفلات يعني الليفل 9 و10 يوصل حتى 16 سنة ما شاء الله. ما شاء نعم. الله. احنا ماخذين وكالة حصرية لمحافظة كركوك، هو أحد البرامج الدولية ومنتشرة بأكثر من يعني خلينا نقول أكثر من 35 دولة بالعالم. صحيح. نعم. ست كل ليفل ايش قد من الوقت يحتاج حتى شخص؟ من 2 إلى 3. الليفل الواحد من 2 إلى 3. نعم. بواقع 3 محاضرات بالأسبوع، والمحاضرة ساعتين. لأن إحنا شهر راح أقول لك يلا يكملون الكتب، بس إحنا تدريب ندربهم فعلي حتى إنه يجتازون البرنامج، وما يجتازوا وما ياخذ شهادة إذا ما يجيب يعني عندي مسابقة نهائية، حتى بالمسابقة أنطي العلامة إلى حتى يعني كل من ياخذ استحقاق إن شاء الله.
حلو. ست خلال الفترة الأخيرة شاركتوا ببطولة دولية بالأردن. نعم آخر شيء هاي وحصلتوا كانت على المركز بطولتنا الأول. بالأردن وحصل. لأن طبعا هي أغلبنا ما شاء الله عندي شاركت ب5 طلاب. نعم. وانتم خلال حديثك احنا راح نتابع الصور من خلال مشاركتكم في إن شاء الله إن شاء البطولة. الله. فإذا ممكن تحدثي لنا عن البطولة. والله هي البطولة جتنا دعوة حالها حال بقية البطولات. طبعا كنت أتمنى أشارك بعدد أكثر، لكن إحنا مشكلتنا اللي نواجهها إنه ماكو دعم، يعني إنه نعم. الطلاب طلعوا هم من مدارس حكومية وأهلية يعني، بس على حساب أهلهم ودعم أهلهم، والله والله يبارك في هاي أولياء الصور أمورهم. من البطولة ست. نعم. نعم. يعني هذا الشيء مثلا الدعوات اللي تجيكم، إيه. يعني ماكو أي دعم على المستوى الحكومي لا أو لا أي لا حتى منظمات؟ يعني خاطبنا هواي جهات، طالبنا انه دعم للطلاب مو لنفسنا، فعلاً. احنا مركز ماكو اشكال نروح نعم. على حسابنا، بس الطالب يعني تدرين مثلا ليش شاركت ب5 ليش ما نشارك ب10 طلاب، وعندي ما شاء الله كركوك بها يعني بالدوره يتخرج، فالطلبه كلش هواي متميزين ومن مختلف الفئات، بس هي مشكله انه الماده تكلفه السفر، يعني هاي السفره كل طالب على الاقل تكلف $600 بين ذهاب واياب وبين تكاليف سفر هناك. اي بس الحمد لله يعني نقول احنا فرحتنا انه جابوا لنا الكؤوس ما شاء الله، رفعوا ما اسم شاء الله. العراق عالي، رفعوا اسم كركوك عالي ما شاء الله. ما شاء الله. على هذا الهيئة مفروض يعني اكو جهات داعمة ما دام او اكو تكرمهم يعني هم فعلا. إيه. ما دام اكو يعني جهد، ما دام اكو نتيجة حلوة، الحمد لله والشكر. هذا والله. الشيء لازم يعني اكو جهة ان شاء الله راح يكون توفيق من الله بالسنوات الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. ست تشوفين انه الاعمار اللي يجون يعني صغار ولا كبار الاغلبية؟ والله هي ما شاء الله الفئات العمريه عندنا مختلفه، لكن الفئات خلينا نقول تتراوح بين 6 إلى 10 سنوات اكثر شيء، ابو 12 سنه 13 سنه شوي شلون اللي يتحرج يشوفها. ايه انت تشوفين ياهو افضل همينه يعني يعني ايش قد ما كان عمره صغير، يعني عندي طلاب ايش قد ما كان عمره صغير يكون افضل، يعني عندي طالب مثلا طلاب اللي بدأوا من يدرسون من 4 سنوات 6 سنوات، ايش قد ما هو كان صغير راح ياخذ ليفلات اكثر وراح يستفاد اكثر. يعني مثلا ذاك اليوم شفنا بالبطوله وحده كملت 10 ليفلات، ايش قد كان عمرها 17 سنه، يعني هاي باديه من 4 سنين تقريبا، واكو يكملون عندهم مستوى يكملون 2 ليفلز ان 1 يير، يعني ليفلات 2 مستويات 2 بسنه واحده. ست يمكن من خلال كلامك عرفنا انه ألن يمكن مو اول مره يشارك على المستوى لا الدولي. لا ثاني مره ما شاء الله، احنا عن طريق مركزنا اكثر من بطوله شاركنا، والحمد لله جبنا يعني خلينا نقول نتائج كل الزينه، لكن هاي البطوله اكثر عدد شاركنا الحمد لله زين والشكر. ألن انت بتركيا ايش سويت؟ على اي مركز حصلت؟ والله حصلت على المركز الأول في تركيا في مسابقة كان مشارك أكثر من 500 طالب، وكان يعني كنت بس وحدي من كركوك، ومن جماعة سامرة 4، فكنا 5 رايحين من العراق، وكان 500 سؤال ب8 دقائق. صح. هالمرة 400 سؤال للمزدوجة، راح يشوفون الأسئلة تتراوح. هذا كله احنا نقول له يعني هاي الورقة هاي مثلا 10 ب10، من هاي اللي يقول لك 400 سؤال 600 سؤال من هاي العواميد هيك. هذا العمود يسمى مسألة عندنا، وراح نشوف حتى أعداد مزدوجة عندهم، حتى أعداد مزدوجة عندهم يعني اللي هو ليفل 2 ما شاء الله. زين انا حاب اسال ألن شنو احساسك من تفوز بالمركز الاول ومن تحصل على الكاس؟ والله أفرح كلش وما أقدر أوصف الفرح اللي أفرح به، وبفضل الله وفضل أمي وأبويا يعني أفوز بالمسابقة ويشجعوني. صحيح. ألن ألن بالحسابات لو بالمدرسة من شاطر؟ والله بكلهم يعني متفوق. لا ما ما شاء الله. ما شاء الله. هو انت قلتي انه يحفز الدماغ الجانب الأيمن من الدماغ. هذا الشيء كلش مهم. الشخص لما يكون عندنا مرات الطلاب من يقعدون يصير عندهم خمول، الاهالي يقولون قوموا تحركوا قوموا سووا شيء، هذا ابد ما يخليه خامل، يخليه اكتف. فعلا هذا يعني كلش يحفز من بقيه الجوانب همينه. تمام. بس احنا نحب المدارس تتعاون، من نشوف طالب اكتف لا تركز على الجانب السلبي، خلي تركز على الجانب الايجابي، هو ذكي ومتفوق وذا شويه حرك ما يخالف، ركزوا على الجانب الايجابي.
فعلا. انتم بس يعني بمركزكم مثلا بس الحسابات لو عندكم مثلا غير مواضيع همنا غير الحسابات انه ممكن غير الحساب الذهني عندنا كلغة إنجليزية مستويات لغة عندنا غيره، لكن خلينا نقول أكثر جانب اللي نشارك ببطولات دولية هو برنامج الحساب الذهني إيما سمارت. زين على مستوى العراق انتم تشاركون ببطولات داخل العراق؟ داخل العراق موجودة بطولات محلية، نعم شاركنا، بس على الأكثر إحنا البطولات الدولية نشارك بها. زين ست هسه ممكن المتابع يسأل يقول زين هذا الحساب منين اجى؟ احنا نعرف اكو حاسبة نعرف اصبع نحسب 3 زائد 3 زين هذا منين اجى هذا الموضوع؟ ترى اساسا منين؟ أصوله من الدولة، يعني قبل الدول الإسلامية. إحنا إذا يتذكرون المتابعين قبل كان عندنا يسموه بالمدارس، يقال يعني للأمانة على وقت يعني ما شايفته، بس يسموه الخوارزمية. فعلا. الخوارزميات كانت موجودة، لكن اخذوه برنامج ياباني، اخذوه وطوروا سووه على شكل معداد، خلوه على شكل أكثر من ليفل، هم ضافوا له وطوروه. بس هو البرنامج خلينا نقول هو موضوع الحساب موجود وقديم، بس هم لا خلي ضافوا له وطوروه، سووه على شكل معداد. هسه مثل هذا المعداد الكبير يستخدمه المدرب للشرح للطلاب، أما هذا المعداد الصغير فهو يستخدم الطالب هنا. وحتى هذا العواميد مالته تختلف من مرحلة لمرحلة، من ليفل لليفل. تعقيبا على كلامك انا اتذكر كنت صف اول ابتدائي يعني بذاك الوقت إيه. الاستاذ ابو الرياضيات جاب لنا هيك شيء بس ما افتهمنا عليه يعني إيه. بس هيك يتعلم. درس من الدروس جاب عادي. لنا اياه وخلص بعد ما جاب بالرياضيات. اي ممكن كنا لو مثلا يدرسونا بذاك الوقت بالمدرسه ممكن هو كنا دول نتعلم. العالم ترى صار له، خاصة المغرب العربي ما شاء الله 30 سنة. ترى العراق ما صار لنا 4-5 يعني احنا دخلنا 2019 محافظة كركوك، قبل 2019 للأمانة ببغداد كان قبلها ب3 سنين داخل، يعني دخل لنا القطر ما صار له 6-7 سنوات. صح. لكن هو كبرنامج دولي صار له 30 سنة بقية دول العالم. وللأمانة يعني دول العالم ماخذين بأشواط، نشوف يعني صدق يطلعون نوابغ عندهم. اي نعم فعلا كلش حلو. حتى مسابقات برامج تلفزيونيه عندهم على هذا الموضوع. على هذا صح. أي. منافسات. نعم. احنا نتمنى والله نسوي يعني يا ريت اذا برامج او منافسات بالعكس تبرز، يعني احنا من يدخلون الدوره يدخلون خلينا نقول مجموعه 30-40 اكثر، يبرز فد مجموعه. اني مرات خلال اول اسبوع بالتدريب اقول لهم هذا يروح مسابقه، شخص اكو يبرز تلقائيا ما شاء الله، تشوفين دقه وسرعه بالحل. احنا بوقت اول ما شفنا ايلاند قلنا له هذا يروح مسابقه. الله يحفظه ان شاء الله. ايش رايكم شويه نجري ويا النت شويه عمليات حسابيه؟ اي انت يعني تحبون انتم تردوا لها اياه؟ لا، لا. الا عادي انت ردي. يلا هو ألن. كذا سيعرف الحسابات اي اللي اي انتو- يلا ألن بسم الله يا الله. يلا 6 and 6 and 4 and 6 and 4 equal. 26. Yeah, very good. Okay. Ellen 6 8 minus 5 6 6. 21. Very good. Excellent. Okay. خلي بس أرد له شوية مزدوج. نعم. 44 4 minus 5 minus 29. 14. Very good. Excellent. 36 6 18 7 equal. 67. Very good. Okay. 56 4 93 equal. 153. Very good. Excellent. Very good. Excellent. برافو شو والله. أنا الدنيا من اشوف فيها يحتاج لا ورا لي ما دربه ورا ما دربه. حتى بالحاسبه ما تدبرها. لا إن شاء لا الله. مو لهالدرجه انت. والله كل شخص عنده إمكانية بس يجوز ما حد مكتشفها. صحيح. كانت اكو طالبة يعني اهلها خلوها بس على مود شنو وقت، قالوا حتى نقضي وقت يعني مو مهم تتفوق وكذا. برزت عندها فد يعني إمكانية كلش عالية. حلو. فاحتمال احنا كل شخص عنده كفاءة وعنده إمكانية بس ما حد اللي مكتشفها. فعلا كل شيء هيك ويا برامج التطور. تكتشف الموهوبين حقيقة. إيه. فعلا وست يعني دائما الشخص اللي يمارس اي شيء يتطور به. إيه. يعني مو مثلا انتم هي مثلا البنيه جتي حتى تقضي وقت تمام. بس انتم وصلتوا شيء الها آه. فهي استفادت منها أي شيء. وكل مره تنعاد تمام. هي فينخزن. أنا أقول واحد من يدرس يعني شلون مرات حتى بالتعليم من يعطي الشيء بضمير يطلع فعلاً. منه نتيجة، يطلع منه نتيجة. اي والله. ست بالبطوله مال الاردن الدول اللي شقد كانوا اللي شاركوا؟ والله كانت أكثر من 11 دولة. إحنا الحقيقة الأمانة العام كانت أكثر من 35-37 دولة. السنة بسبب يعني لأنه بالأردن وظروف الحرب مال غزة
هواي شاركوا بس مو كلها اجتي، حتى أنا كانت من ضمنها طلاب يعني الأهل خافت، بس مع ذلك مو قليل، يعني كان أعداد مو قليلة ما شاء الله، أكثر من 172 طالب اللي شاركوا كانوا كمستوى يعني اللي يتنافسوا وياهم ألند يعني ما شاء الله. دول مختلف الدول العربية، دول يعني مو أجنبية، خلينا نقول مو من الوطن العربي، كانت تركيا، وعندنا مشاركة من فرنسا أيضا. والحمد لله المنافسة كانت قوية وكانت أكثر من ليفل، يعني حتى ليفل 10 كان به مشاركة. خليني نشوف ألند واجهت صعوبات أول ما بديت بالدورة؟ لا، لأنه من كان أمي وأبوي يشجعوني كنت أتذكر كلامهم ومتى تواجه صعوبة. أوكي، شلون كنت تمارس؟ مثلا أنت هسه أخذت محاضرة يعني تدريب، يرجع بالبيت أيضا يتدرب. بالبيت هم أتدرب تقريبا مو أقل من ساعتين أو ساعة هيك يعني أتدرب. بس هاي يعني إحنا يمنا فد 4 ساعات 5، وهذاك أيضا إضافة إلى بالبيت. زين ألند، أنت متحب رياضة كرة قدم، أي رياضة ثانية لو تحب موضوع الحسابات؟ بس أحب الإيمة سمارت اللي هو الرياضيات والرياضة لا أكثر. يا نوع من الرياضة تحب تمارس ألند؟ كرة القدم. يعني تمارس كرة قدم؟ لا والله، بس منو تشجع؟ شنو؟ ميسي لو كريستيانو؟ ريال ميسي. مدريد لو برشلونة؟ الشعب العراقي هو مهاري. لا، مو موضوع مهاري مثل ميسي، عشتي لك. خوش اختيار. زين، هناك من كنت تروح الأردن أو تركيا كنت تناقش ويا بقية الطلاب اللي مثلا من غير دولة، تشوف إن هم شلون موضوع يمكم شلون الدورات؟ والله بس سألت واحد فلسطيني يعني على نفس الموضوع على لأنه الحساب. ما يقبلوني أقوم من مكاني. لأنه المسابقة بأي لحظة راح يبدي ومنطين الأوراق قدام عيننا. اي بس قالبيها يعني منطقه قدام عينكم يعني قالبيها. هيك قالبيها ما يخلوك، اذا يقولون اذا تفتحها راح يسحبون منك الورقه وما راح تشارك. تعتبر راسب، خلينا نقول. اي يعتبر راسب صحيح. فلازم هو يكون جاهز. لانه اكو طلاب يعني بثانيه واحده يحسب تقريبا سؤالين. تمام. زين ست، انتم على مستوى كركوك اللي شاركوا هناك بالاردن، بس وحيد ألند لو كم؟ لا 5 طلاب عندنا. ألند عدنان ودارو دلير حصل المركز الثاني، وعندنا ريم آيدن المركز الثالث. نعم، ومريم آيدن والأيهم سفيان حصلوا الكأس الذهبي. ما شاء الله. لا ما شاء الله. شنو الفرق الكأس الذهبي عن بالنسبة للكأس الذهبي عن المركز الأول والثاني، خلينا نقول الاختبار هو 500 مسألة، نفرض أنه هو 7 أوراق، ال7 أوراق جاوب 6 صحيح، ال7 ما لحق يكملها. هذا ما يدخل يعني منافسة ويا الأول والثاني، لا، هذول من ضمن الذهبي. يعني الأول والثاني هو مجاوب كل المسائل، لكن عنده أخطاء. الحمد لله من فضل الله كانوا يعني طلابنا يتميزون، ماكو أخطاء يعني كلش قليلة. فعنده أخطاء، فتنافس على المركز الأول والثاني. ذاك الذهبي لا، خلينا نقول ما لحق يكمل التايم، ما أسعفه. تدرون 500 مسألة وب8 دقائق. والأيهم سفيان 6 سنوات، هذا اللي مشارك يجي. وريم آيدن 8 سنوات لو 7 سنوات، يعني كلش أعمارهم صغيرة. ومع ذلك ما شاء الله حصلوا لنا الكأس الذهبي. ما شاء الله. الخطأ وين راح يصير؟ مثلا اكو حسابات احنا نعرفها يعني، او انتم هم يعرفوها هيك وهيك حسب حركاتهم. الخطأ وين ممكن راح يصير؟ بالرقم مثلا بدال 31 كتبه 30. مرات هو الغلط مو غلط كبير بالنسبة بالحساب، بس فرق. هسه مثل دارو ديلير ما طلع الأول، فرق درجتين عن الطالب الأول، بس لا أكثر ولا أقل. فهذا يفرق. يعني هي بالبوينتات شلون نقول هناك يحسبها. المسائل اللي مثلا جايب 98 الأول 97 الثاني. زين، اللي منو اللي فرق حتى لو درجة واحدة يعتبرونه فرق هناك. والتايم هو معدود. اكو مثلا يسبق بالتايم وعنده اغلاط، هاي يحسبوا له التايم فرقه، يعني يحسبوا له التايم. زين ثاني خليني اسالك انت شو وقت تعلمتي هذا الموضوع؟ والله هذا ب 2019 دخلت عليه تريننج كان سافرنا تركيا وخذت هناك عليه تدريب. وبعدين هم اجوي ايضا سوونا المدربه، هو دكتور نضال دعيس مدير برامج إيمة سمارت الدوليه. ايضا جوي سوونا عليه تدريب تريننج.
سافرت لبنان أخذت تريننج عليه أيضا تدريب. أي فيعني كل ليفل له تدريبه الخاص. أي فالحمد لله اجتازيت أكثر من ليفل. وانت شلون حبيتي هذا الموضوع؟ والله هو أنا مع العلم مدرسة لغة إنجليزية. أي بس يعني اشتغلت في مجال كلش عجبني. فيعني أثبتت كفاءتي. طبعا التريننج والتدريب مثلا إحنا ندخل 10 دورة، مو الكل يعني ينجحون، ومو شرط إلا الكل يعطوهم وكالة. أكيد. لا أكو عالم يعني رجعت مدبرته، لا من فضل الله يعني. والنتيجة مالتنا انعكست إنه شنو طلابنا اللي تخرجوا دا يجيبون نتائج زينة الحمد لله والشكر. صحيح، عاشت فيكم وشي كلش حلو. هذا اعتبره نشوف كل بلد، احنا دائما نقول التطور كلش مهم وحلو، وهذا الشيء هم كلش حلو من كل الجوانب، من ناحية دراسة، من ناحية يعني العلم. علم إيه فعلا. يعني أنا أقول دائما حتى جماعة الحساب الذهني أعرف دائما أقول سحبوا الموبايل، أبدا تعطوا الموبايل، بدال ما يشتغل بالموبايل خليه يشتغل بهذا. وشوفوا الإبداع مالته شلون يصير. حلو. ست عاشت فيك. سوينا فد عملية حسابية بعد إذا ممكن. يعني الألند. أيوة أي. الألند. الدلل تريدون مثلا على المعداد، على المعداد يشتغل لكم نحب هاي هيك الحركة. ها ذهنية. يلا ألند عيني يلا. 8 1 4 3 5 equal. 21. Very good, excellent. Yes. Another one. 9 7 6 minus 3 1. 20. Very good, excellent. برافو. زين الألند إذا احنا هيك مثلا نقول لك يا بالعربي همنا نفس الحساب لو لازم بالإنجليزي؟ لازم بالانجليزي هاي لانه مشكلة احنا طبعاً. متعود بالانجليزي. أي هو أنا هنا قصدي. زين ست من يتطورون أكثر ممكن الموضوع يتغير إنه عادي بأي لغة تقول لك. هو لا عادي باي لغه، لان ينعكس على جانب بالمدرسه هو متفوق ما عنده اشكال. بس هذا العد لانه اخذوه بالانجليزي فيفضلوه، يعني هو تدري انت الدربه كلها على الانجليزي، العربي حل ما عنده اشكال، بس من ترد له يحب يقول لك لا بالانجليزي انا افضل الشغله. هو على عمرهم واللغه اللي متعودين عليه. مستخدمه بالصف وياهم نستخدمها كلها انجليش، أكيد. لانه هو يعني من سافر للخارج ايضا كلها يعني لغه دوليه تعتبر يستخدموها وياهم. فعلا. وهذا أضبط وأحسن، لأن مثل ما ذكرتي أنه الدول البقية اللغة الإنجليزية يعني هو أكثر. اي لغه دوليه. زين فعلاً. ست شلون يجون الطلاب مثلا الناس يحبون شلون يجون يشاركون يمك؟ والله يمكم عندنا مركز إيما يسجلون؟ سمارت، يعني الصفحة مالتنا إيما سمارت كركوك العراق. نعلن على دورات بين فترة وفترة، أكثر شيء صحيح بالصيف، بس أكو ناس حتى بالشتاء تاخذ دورات. دورات أوقاتها أكو صباحي وأكو مسائي، والفئات عمرية مختلفة. الدورة مثل ما قلنا من شهرين، وياها يجي تدريب. الأفضل دائما المتميزين والأفضل بالدورة نسجل أساميهم، من تصير أي بطولة يعني ندعوهم للبطولة ونناقشهم. شوف بعد يعني يحبون يعني، وشوي هنا ترجع إنه الأهل مثلا أكو أهل يقول لك أنا ابني أحب كل شيء يشارك، بس أنا ما متفرغ وزوجتي ما متفرغة، ما أقدر أدزه بوحدة. هاي هم شوي مشكلة نعاني، إنه لازم يعني واحد من أولياء الأمور يكون متفرغ. هي احنا ما تطول البطولة، بين السفر والرجعة أكثر من أسبوع ما تطول يعني. فعلا. اي بس يعني على تفرغ الاهل قبل ما مرات. نختم البرنامج ست، اركز على هاي النقطه، انه احب اذكر انت قلتي الليفل 1 يحتاج الى من شهر الى شهرين 3. إيه. انتم الدوره مالتكم كم شهر راح يكون مثلا؟ هي احنا دورتنا شهرين، بس خلينا نقول نضيف لها مرات في الاسبوعين، يعني هو من شهر ونص الى شهرين، بس مرات انه حتى الطالب نعده للاختبار النهائي تاخذ شهرين ونص. إيه. حلو. ست المشاركة بالدورات مجانية لو مقابل؟ لا مال؟ مقابل، لانه هو المركز احنا مثل ما تعرف مو حكومي وهاي لا. احنا حتى المشاهد هاي يتعرف وكالة أكثر. احنا مشتريها حصريا وعلى حسابنا وماخذين بها موافقات يعني، وسنويا نجددها. وشغله مميزه ببرنامجنا مثلا اكو برامج غيرها جابوا يعني من يعني يوتيوب وغيره. الكتب مالتنا انه مثلا من تاخذ لها صوره الكود مالتها يطلع لك. هاي كتب ضمن البرامج يعني مجموعة البرامج الدولية IBG، مجموعة إيما سمارت، لأنه هو كلها أصلية وتجي من خارج القطر. نط الطالب يجي وياه حقيبة الكتب، التيشيرت مال البرنامج، حتى من ضمن المعداد، هي كلها تجي من خارج القطر. نعم. حلو. حلو. أنا شيء كلش عجبني انه انت قلتي اول ما يجون الطلاب احنا نعرف من خلال مثلا هم يبدون يتفاعلون يتدربون، تقولون انه هذا يبين. ألند ايش قد كان عمره من اجى؟
أهلا. أنا كنت 8 سنوات من جيت للمسابقة، وهسه عمري 9 سنوات ونص. ما شاء الله. ما شاء زين. الله، يعني صار ألن. سنة ونص. اي اكثر، سنتين لا صار له بالبرنامج تقريبا. ألن أنت أصدقائك اللي مثلا بالمنطقة أو قرايبك القريبين عليك هم تقول لهم تعالوا مثلي تعلموا هذا الموضوع الحساب الذهني؟ قلت لهم بس ما يقبلون، يعني يقولون أهلنا ما يقبل، بس أغلبيتهم اجوا يعني اثنين هيك يعني. يعني قرايبك، قرايبي. أصدقائك. أصدقائي لا، أصدقائي أصلا ما يعرفون شنو هاي الحساب الذهني. بالمدرسة ما يسألوك أو يعني؟ اكو والله خطي، سألوني هواية عن هذا اكو شافوا مستواه تحسن، يعني من نفس المدرسه اجوا يعني قالوا احنا شفناه مو بس يعني تطورت مهارته ببقيه الدروس، يعني ما شاء يعني الله. حتى المعلمة قام يسألني على مود ياخذ ابنه الحساب الذهني. حلو. يشوف انت باكر عقبه راح تصير قدوه للبقيه. يصير أكيد. مدرب عندنا احنا اذا كمل ليفلات ناخذه لنا، يعني يصير مدرب تابع لنا. اي هاي من ضمن انه لانه هو احنا دربناه وكذا اجتاز مجموعه من الليفلات يصير المدرب الصغير. انت تشوفين الى هذا المستقبل يعني؟ والله ليش لا، ليش لا، ليش لا، يعني عنده قابليه، بس قلنا له احنا شويه لا تعصب عليهم. عصبي ألن؟ ايه لانه شو اسمه اثناء التدريب ما شاء الله كان الاوراق يشققها، هاي مو تجي مكبوسه فد 10 اوراق، فهو من السرعه مالته شو يسوي الورقه من يقلبها يشقها. نقول له اي ضمن قمنا ندرب نقول له بس على كيفك ويا الورقه لا يطردونها من المسابقه. يعني هذا اكيد من حرصه على لا هو ما شاء الله من السرعه وحرصه، نعم. وعنده شغله بسم الله وما شاء الله، عنده قابليه، هو دا يحل وانت تحكي يجاوبك عادي، يعني ما إيه شاء هاي الله. تطوير اكثر من مهاره وقابليه بوقت واحد. صحيح. ست اكو مثلا هذه الحالات يعني الحسابات وكذا يأثر على الجانب النفسي، مثلا الشخص يتعصب اكثر او لا يصير شخصيته كلش قويه. اي شخصيه قويه، ويصير هو واثق من نفسه، واثق من اجابته. اي يعني ويحب دائما ينافس يكون الافضل، لا ليش مثلا ياخذ 99 لا ليش مو 100. اي حلو كلش قابليه. يعني اكو والله هواية برنامج طلاب. كلش حلو، يعني مثل ما قلنا انه بقيه دول العالم ما اخذته مدخلته ضمن برامج المدرسه، يعني فالشيء انه يأهل الطالب حتى يكون الافضل. فعلاً. نتمنى شويه من محافظه كركوك ان شاء الله. السنوات السنة الجايه اكو بطولات جديده تشاركون بها؟ اكيد اكيد ان شاء الله، اكيد ان ام شاء الله. دوليه؟ هو اغلبها دوليه احنا اي نعم، اي قليل المحليه يعني على مستوى مثل المحافظات، يعني ان شاء الله ندعو من الله السنوات القادمه يحبون هم يجون بطوله عندنا بكركوك، بقيه الدول تجي عندنا ان شاء الله نجيبها، احنا اللي ننظم بطوله ان شاء ما الله. تنظمونها او تقدمون هيك مقترح والله للدوله صدق مثلا؟ واعتقد بالله احنا كنا مخططين عليها السنه، لكن ما اعرف يعني للخارج وصلوا لهم خبر، يعني مع الاسف قالوا لهم كركوك محافظه مو امنه، انا كلش انقهرت بصراحه. صح. قلت ليش مو امنه؟ الحمد لله والشكر فضل من الله، كل زينه وهواي ناس تحب تشارك وهواي دول ومستعده انه تستضيف الجميع ان شاء الله. ان شاء الله نعكس غير صوره ان شاء الله، ولو هي موجوده الصوره حلوه بس ما اعرف ليش يعني. ايه لا هو احنا بشكل عام يعني بدنا نشوف انه كركوك بدها تستقبل هواي من المهرجانات، يعني إيه ما فنيه شاء الله. مسرحيه صحيح. سينمائيه، يعني صح. على المستويات الاخرى همنا. نعم. فنقدر من خلالكم همنا انه نشوف للعالم انه كركوك حلوه وجميله وامنه ان شاء الله. فعلا ما شاء الله. نستقبلهم. هم متطورين من هوايه امور، تمام يعني اكو الحمد لله. تغيير من لا هو ناحيه. الدليل على ذلك ترى إيما سمارت موجود بمحافظة الأنبار وموجود ببغداد وغيره، لكن منو اللي شارك دوليا؟ نحن ومحافظة سامراء، محافظة سامراء نفس الطلاب مال يعني كانوا العام نفسهم شاركوا السنة، احنا لا يعني ما شاء الله تغيير ومستويات ليفلات، احنا شاركنا مو بس ليفل واحد، أكثر من ليفل ما شاء الله شاركوا طلابنا. نعم. هسه ايش قد عدد طلابكم انتم بالإيما سمارت؟ احنا نخرج كل سنه يعني مو اقل من 80 الى 100 طالب اني سنويا صيفيه، يعني هاي خلينا نقول. اي لكن اللي يشارك بالبطولات يعني قلت لك هي مرات احنا يشاركون يسجلون 10 15 تجي في الظرف، يعني ديك المره هاي ظرف غزه والحرب وغيره، طالب من الطلاب خطيه اتاخر، شنو مشكله الجواز ما تتاخر. اي والله العظيم مش قد حاولنا وردنا وسبحان الله.
اي فتصير مرات شويه ظروف. ست احنا باسم مدير عام قناه مؤسسه كركوك الاعلاميه نحب نوجه لك شكر. بارك الله فيكم. وشاكرين انا اللي وجودك ويانا، اشكركم. واكيد راح نقدم ممنونين لك عيوني، ممنونين على استضافتكم. كتاب شكر وتقدير ان شاء الله مقدم اشكركم من اشكركم، مؤسسه احنا اللي كركوك ممنونين الاعلاميه. وبارك الله بكم يقدم ان شاء الله. نعم شكراً يقدمها لك الاستاذ يشار عين معد السلامة. البرنامج. شكرا جزيلا. مع مساعدنا عماد ناصح، مدير قناة فضائية كركوك، ونقدم كتاب شكر هاي البطل. بارك الله بكم، صاحب نشكركم المركز الأول، أشكركم عيوني، بارك الله بكم. دائما تسلموا، بارك الله بكم. جميع الكركوكيين. إن شاء الله إن شاء الله. عماد ناصح لكم. أهلا وإن وسهلا، شاء الله تسلم. دائما فرحانين. إن شاء الله إن شاء الله، ممنونة وأشكركم وبارك احنا الله اللي بكم على نشكركم الجهد. ونشكر مجرد وجودك. استضافتكم للأبطال مالتنا نعم. هذا بحد ذاته يعني أعتبره نصر إلهم. نعم. لأنه يعني هم خلينا نقول راحوا وسافروا وتعبوا ورفعوا اسم العراق عاليا. نفتخر به انه أكيد. واحد من إن شاء كركوك الله. شارك على إن هذا شاء الله مرتلاف المستوى. أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. عيوني ممنونين، تسلموا. بارك الله. نريده بليفل اكثر هالمره. أي. اي لا لا ان شاء الله، هو كل سنه بليفل. أي. ما هو شاء قال الله. قال انا كل سنه اشارك ليفل ان شاء الله. ما شاء الله، يعني هو توفيق من صار الله. 6 وصار ليفل اي ثاني. 2. اي ما ان شاء الله. ان شاء الله. زين ست الله اذا يحفظه. تحبين توجهين كلمه اخيره للمتابعين والله أنا وللاهالي. أشكر الجميع وأشكر أولياء الأمور، وأحب يعني بس أولياء الأمور يشجعون أولادهم من ابنهم يعني أو ابنتهم يعني تريد تشارك ببطولة، أتمنى أنه يدعموهم بهذا الأمر. يعني لي خلينا نقول لا ما يحفزوهم، لا حفزهم، وبدال يعني اكو مرات يقول لا ليش اشاركه بحساب ذهني، خليه يروح سباحه، خليه يروح. هاي السباحه باي وقت يتعلمها ماكو اشكال ترى هي. فعلا بس مرات الحساب الذهني اذا ما اخذه من البدايه يتعب على مستوى اكبر. صح. نعم. مثل ما ذكرتي الطلاب يجون او الاطفال يجون من وقت صغير، افضل لهم من انه يجون كل شيء بوقت يطور مهارتهم. نعم. إيه؟ فعلا، خاصة يعني مو هواية اكو يعني مجموعة من الطلاب اللي يكون عندهم قلة ثقة بالنفس، صح. او من جانب الدراسي انه هم مو زينين. نعم. لازم اكو كل شيء له حلول بالحياة. المتلكئين دراسيا جدا يفيدهم، كل شيء كلش يحفزهم حلو. انه دائما يصير عنده تحفيز انه يكون الافضل. نعم. حلو. هذا ايضا يخدمهم. فعلا. نسمع ألن شكراً. همنا بالاخير اذا يحب تقول لنا اي شيء. أريد أقول لهم أنه ماكو شيء اسمه مستحيل، يعني أي أي شيء والله، أي يقدرون يعني يريدون يسوونه يقدرون يسوونه. عشت ايدك ان شاء الله. انت يسلم. بطريقك ماكو اي مستحيل. ان شاء الله. نشوفك توفيق باعلى من الله. المستويات إن واعلى شاء المراتب. الله. نورتنا شكرا. ألن. ان شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، خليكم هيجي يعني أي. هيك طاقة وانرجي، وصيروا مثل ألنت، مثل ما قال انه ماكو فد شيء مستحيل بالحياة.